إذا ما بدك كليتك تفشل وتوقف عن أداء وظيفتها، لازم تبطل فوراً هالعادات السيئة الخمسة من حياتك. آخر عادة على فكرة رح تفاجئكم كتير، لأنه 93% من النساء بالعالم بيعملوها وبيتجاهلوا نتائجها السيئة جداً على الصحة. أول عادة هي تناول مسكنات الألم بشكل كتير متكرر ومزمن لشهور ولسنوات. من أهم هاي المسكنات الآيبوبروفين. كتير من الناس بتعتمد على الآيبوبروفين بأي شيء بحياتها. للأسف الاستخدام المتكرر لمسكنات الألم ممكن يعمل فشل بالكلى، وتصيروا تروحوا تعملوا غسيل للكلى 3 إلى 4 مرات بالأسبوع حتى تضلوا عايشين. ثاني شيء قلة شرب المي والجفاف. الجفاف هو أكبر عدو للجسم وللكلى على وجه الخصوص. الجفاف بيعمل تراكم السموم ممكن تعمل التهاب كلى مفاجئ، وهذا الشيء ممكن يعمل تعفن بالدم وللأسف الوفاة. لهيك كتروا شرب مي. العادة السيئة الثالثة هي تناول البروتينات بكثرة، وتحديدا بعد سن 40 وتحديدا بالنسبة للرياضيين. للأسف تناول هالبروتينات بيخلي الكلية تشتغل فوق طاقتها، ولما بتشتغل الكلية فوق طاقتها ممكن يسبب تعب للكلية، وحتى ممكن يسبب تلف فيها ويخليها توقف عن أداء وظيفتها. أما العادة السيئة الرابعة فهي تجاهل البول المتكرر أثناء الليل. للأسف الأشخاص اللي بيدخلوا كتير على الحمام بالليل لازم يراجعوا الطبيب، لأنه ممكن يكون هذا مؤشر على إصابة ببعض الأمراض، وفوق هيك مؤشر على إصابة بالتهاب بالكلى. لا تتجاهلوا هذا العارض، لأنه ممكن تجاهله يعمل فشل بالكلى. أما العادة السيئة الخامسة والأخيرة اللي رح تفاجئكم كتير هي حصر أو حبس البول. كتير من الستات والصبايا للأسف بيحبسوا بولهم وما بيفوتوا على الحمام، وبيأجلوا موضوع الدخول على الحمام. وكمان بنتبه كتير من الأطفال اللي بيكونوا عم يلعبوا مثلا وما بدهم يقطعوا اللعب ليروحوا على الحمام. هاي العادة كتير كتير خطيرة، وبتأثر كتير على الكلى وعلى المسالك البولية، لأنه ممكن تعمل تكاثر بالبكتيريا والجراثيم. هاي البكتيريا بتنقل الالتهاب حتى يوصل للكلى، وممكن يعمل التهاب كلى مفاجئ، وممكن يعمل توقف مفاجئ حتى بوظيفة الكلى. لهيك اهتموا بهذا الموضوع، اهتموا بصحة كلاويكم، ولا تتهاونوا أبدا بهذا العضو المهم بجسمنا. والسلامات للجميع.